ازيكم عاملين ايه؟ فيديو الصيام الكبير او صيام المسيحيين او الصيام النباتي او النظام النباتي. طيب، هو عبارة عن ايه؟ في الصيام ده او في النظام النباتي هو احنا بنستبعد شوية اكلات، وفي اكلات معينة هي اللي احنا بناكلها. طيب احنا بنستبعد ايه؟ بنستبعد كل منتجات الألبان، اللبن والجبن والزبادي، كل الحاجات دي. بنستبعد البروتينات الحيوانية، البيض، الجبنة، الفراخ البيضاء، اللحوم، الأسماك، التون. طيب بيتبقى لنا ايه بقى في النظام ده؟ بص، سواء انت داخل على صيام او انت عايز تقلل شوية من البروتينات الحيوانية وعايز تجرب نظام مختلف، والنظام ده حلو جدا وصحي لو اتصرفنا معاه بطريقة صح. طيب ايه الحاجات اللي مسموحة بيه؟ بالنسبة للبروتينات احنا مسموح بيها البروتينات النباتية، زي ايه؟ زي الفول والعدس، الحمص، اي بقوليات، اللوبيا، فاصوليا البيضاء، كل الحاجات دي فيها بروتينات نباتية. خلاص. طيب في ايه تاني كمان؟ في نشويات زي الحبوب الكاملة، منها الرز والعيش، الحبة الكاملة، المكرونة لو مكرونة شوفان، او ممكن تدخل مكرونة عادية. ممكن الكينوا من الحاجات الكويسة جدا، الشوفان من الحاجات الكويسة جدا. دي بالنسبة للنشويات. البطاطس طبعا والبطاطا هايلين جدا نشويات صحية وكويسة وفيها ألياف عالية. معانا كمان الخضار بكل أنواع بكل أشكاله، بسلة، فاصوليا، بامية، ملوخية، أي حاجة أنت بتحبها بقى. خضار بقى، خس، كابوتشا، خيار، فلفل، كل الحاجات دي معانا. كل أنواع الفاكهة طبعا مسموحة، برتقان، يوسفندي، تفاح، موز، كل الحاجات دي معانا. طيب ازاي ان انا اعمل وجبة متكاملة فيها بروتين بكل العناصر الغذائية بتاعته، الاحماض الاساسية، واخد وجبة كويسة في الصيام؟ طيب طبعا احنا عارفين انه الصيام، سواء صيام المسيحيين او المسلمين، الهدف منه مش ان انا اركز على الاكل، الهدف ان انا اركز على العبادة. احنا غصب عننا بنتجه ناحية الاكل عشان بنقعد نحضر ونجهز كده كده هناكل. طيب ناكل ايه بقى في النظام النباتي او في الصيام النباتي؟ مشكلة البروتين النباتي عن البروتين الحيواني ان هو فيه نقص في الاحماض الاساسية، الاحماض الامينية الاساسية المفروض اللي انا باخدها عشان تكمل الاحماض الاساسية دي. طيب ازاي اكونها؟ البروتين النباتي زي ما قلنا هو الفول والعدس والبليلة سوري مش البليلة، اللوبيا والفاصوليا البيضاء والحاجات دي كلها. لو انا حطيت نسبة من دي على نسبة الحبوب الكاملة، الاتنين دول هيكونوا لي الأحماض الأساسية، مش هيبقى فيهم نقص. يعني في البروتين الحيواني اللي باخد كل الأحماض الأمينية، في البروتين النباتي قلنا إنه بيبقى فيه نقص فيه. عشان أكون النقص ده من البروتين النباتي بحط نسبة بروتين نباتي مع نسبة حبوب كاملة. فمثلا أكلة زي الكشري اللي الناس بتتريق عليه، إذا أنت بتعمل دايت وتاكل كشري، أو الكشري من الحاجات الكويسة وقت ما أنت بتعمل نظام نباتي أو عندك صيام. فلو خدنا حبة عدس مع حبة رز، كده أنت خدت كل الأحماض الأمينية اللي موجودة في البروتين. مشكلته انه الكميات بتاعته مش بتديني نفس نسبة البروتين بتاعت البروتين الحيواني. مش مشكلة، لو قسمته خلال اليوم هاخد كويس. يعني لو خدت الصبح مثلا حبة فول مع عيش بني مثلا وكمية سلطة، طبعا كل واحد ليه الكميات بتاعته حسب كل حاجة احنا اتكلمنا فيها قبل كده، حسب وزنه، طوله، صحته، سنه، كل النشاط اليومي بتاعه، محتاج ايه، بيحب ايه ومش بيحب ايه، فعلى اساسه بيتعمل الدايت بلان. بس ان جنرال كده لما بنحط بقوليات مع نشويات، الاتنين دول بيدوني كل الاحماض الامينيه اللي الجسم محتاجها من البروتين، فدي بتبقى وجبه كويسه. طيب الدور، ممكن ناخد مثلا عدس ورز، خلاص، بس بنسب معينه. خلي بالك انه انا لو زودت النسب عن احتياجي، حتى لو الاكل صحي، بزيد في الوزن. لو ثبته باحتياجي بثبت في الوزن، لو انا قللته بنقص. خلاص. طبعا في ناس عندها مشاكل صحية، بيبقى عندها نقص فيتامين، بيبقى عندها مشاكل، فالوزن بيثبت او بيفضل يزيد، ودي احنا بنعالجها مع بعض بطرق كتير قوي حسب كل كيس. لكن في العام لو انت الجسم تمام وقادر ان انت تمشي لوحدك، انطلق. فانا بديك شوية تبس كده عشان تساعدك
في الدايت بلان ازاي تمشي بصورة صحية. يبقى كده احنا وصلنا لغاية الغدا. خد نسبة بقوليات مع نشويات وحبة سلطة حلوين أو خضار كده، دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. ممكن بعدها تاخد فاكهة أو ما تاخدش، برضو ده حسب الدايت بلان بتاعك. وفي العشاء برضو ممكن تاخد نسبة بقوليات مع نسبة نشويات مع السلطة أو الفاكهة اللي انت تاخدها. كده أنا حاولت إن أنا أدخل في كل وجبة من الوجبات نسبة بروتين، نسبة نشويات وخضار، وعندي الفاكهة بتاعتي. المشروبات كلها تمام مسموحة ما عدا الألبان، في ناس بتحاول تدخلها أو لأ، يعني شوف انت يعني مسموح لك ايه أو ايه الممنوع بالنسبة لك، وابتدي اشتغل على الحتة دي. طيب هل الصيام كويس؟ طبعا احنا بنصوم شوية فترة الصبح كده، بيبقى وقت عبادة، فحاول تصوم وقت كويس، استغله في انه ان انت يبقى ده وقت الصلاة وتبقى وقت تركيز على ربنا وكده، وابتدي الوجبات بتاعتك زي ما احنا قسمناها. مشكلة البروتين النباتي ان هو بيبقى محتاج تعامل خاص فيه للإعداد بتاعه، عشان القشرة الخارجية دي بتكون متعبة لبعض الناس. فأحسن حاجة، ودي الحاجة اللي احنا متعودين عليها بس مش عارفين ايه سببها، مكناش عارفين يعني ايه سببها زمان، ان احنا بننقع البقوليات دي فترة كويس. يعني الفول مثلا قبل ما بتعمله انت بتنقعه مثلا من بالليل لتاني يوم، فبتبتدي الحاجة القشرة اللي بره او الحاجة اللي بتمنع امتصاص الاكل او اللي بتتعبني بتقل تواجدها شوية في الفول أو في البقوليات. فدي من أحسن الحاجات اللي المفروض تعملها، إن أنت تنقع البقوليات فترة كويسة قبل ما تسويها. وأنت بتسويها سويها بصورة عالية شوية، يعني خليها تستوي كويس. ليه؟ عشان برضو ده بيقلل من المشاكل اللي عندها اللي في البقوليات النباتية. خلاص. طيب أنا بتعب من البقوليات، أعمل إيه؟ نوع. خلي مثلا أيام فيها بقوليات، أيام تانية فيها خضار ونشويات، طبعا بس بكميات مختلفة. ما تخافوش من النشويات يا جماعة، النشويات كويسة لو اتعاملنا معاها بطريقة صح. أوحش حاجة السكريات والحاجات البيضة، دي كلها أثبتت كل الدراسات وكل الأبحاث اللي عملوها على كل الناس إنه دي من أوحش الحاجات اللي ممكن تعملها. خلاص. المعجنات، البسكوت اللي بره، كل الحاجات اللي بنجيبها مثلا من المخابز مع الأسف وحشة جدا، سيئة جدا. اعمل الأكل بتاعك في البيت. عايز تعمل حاجات حلوة، عايز تعمل مخبوزات، اعملها في البيت. خلاص. يبقى كده كل الحاجات دي غلط، يعني السكر غلط، الدقيق الأبيض غلط، الملح اتعامل معاه بحكمة، بس احنا جسمنا محتاج ملح فمفيهوش مشكلة أوي. بقية النشويات صحية يا جماعة، صحية، ما تخافوش من النشويات. الناس مرعوبة من النشويات، يعني زمان كنا مرعوبين من الدهون، ابتدت الحتة دي تتعالج وابتدت الناس تخاف من أنا مش هاكل نشويات. ليه؟ انت جسمك محتاج طاقة، هتجيبها منين؟ هتجيبها منين؟ انت محتاج تدخل نسبة في يومك. النسبة دي عاملة ازاي؟ ده اللي بنتفق فيه مع بعض، او انت اعملها مع نفسك. فاهم قصدي؟ فحاول تدخل نسبة نشويات كويسة بصورة معقولة وطلع طاقة. ده الأحسن، إن أنت تدخل أكل كويس وتطلع طاقة، ده اللي أنت هتستفاد منه. في الوقت ده هتخسر دهون ومش هتخسر عضلات، لكن لو فضلت تقلل في كميات الأكل وأنت ما بتتحركش، جسمك هيفقد العضلات اللي موجودة فيه. دي نقطة مهمة جدا الناس مش مدركاها، وصدقني مهمة جدا في الدايت. أنا قلت لكم كذا مرة، معايا ناس بتعمل دايت بتنزل، مع ناس بتعمل دايت ورياضة بتنزل جدا، نسبة الدهون بتاعتها ونسبة العضلات بتزيد مهما كان سنك. صدقني معايا ناس ستينات وسبعينات ما شاء الله، هايلين بجد. فحاول تركز على النقطة دي، دخل أكل بصورة معتدلة، نظف الأكل بتاعك، كل حاجات مغذيات جسمك محتاجة، واتحرك. اعمل أي حركة، انزل اتمشى 10 دقايق، اعمل أي حركة في البيت. ابتدي هات دمبلز كده وشيل ويتس، هات اللي هي الأسياتيك اللي بتتشد دي واعمل بيها حركات، هتلاقي حاجات أونلاين كتير كده. ده أحسن مليون مرة من تفضل تقلل في أكلك وجسمك يفقد العناصر الغذائية اللي هو محتاجها ويفقد العضلات. ماشي. شرب المية كويس، ان انت تنام من 10-11 لتاني يوم الصبح، دي من الحاجات الكويسة جدا اللي بتديك طاقة وباور بقية اليوم بتاعك. دي شوية تبس كده انا كنت عايزة اقولها لكم للي عايز يمشي على نظام نباتي شوية، يهدي من النظام الحيواني،
او من البروتين الحيواني او اللي داخل على الصيام. لو عندك اي سؤال ابعتلي، ولو عايز المتابعة ابعتلي. انا عندي باكج ويعني من شهر لسنة، وعندي باكج الفردين، وعندي باكج ال3 افراد لو انتوا عيلة. هساعدك وهبقى معاك خطوة بخطوة، ببقى معاك اونلاين على الواتساب. لو عندك اي سؤال بتبعتلي خلال فترة الاشتراك، بيبقى فيه متابعة لو انت اونلاين في يوم معين بنحدده مع بعض، بناخد الميزان والمقاسات وبنشوف وصلت لايه، وبنعدل في الدايت بلان او بنكمل عليه لو هو تمام. بعرف منك ايه الاكل اللي انت بتحبه وايه اللي مش بتحبه، بتلحق تجهز اكل او لا. عامله لكم فيديوهات للحاجات الحلوة أو للأكل العادي لو أنت قادر وعندك وقت إن أنت تعمل أكل. مظبطاك للآخر. ببعت لك نظام رياضي تعمله في البيت لو أنت مش لاحق تروح الجيم أو إن أنت تعمل أي حركة. لو أنت عارف تنطلق لوحدك اعمل كده، مش عارف روح لحد متخصص يساعدك عشان ما تبهدلش جسمك. صدقوني انا بيجيلي الناس بعد ما تكون هرت جسمها بهدله بيقولي بقى عشان نعالج، فبنقعد وقت طويل اكتر من اللي بيجيلي من الاول بيور كده. بننزل حلو بصوره صحيه، جسمه بيبقى كويس، بيتعود على النظام الغذائي، بيتعود انه حتى لما يوصل للهدف بتاعه ازاي يثبت وما يزيدش في الوزن تاني. ودي الفكره، ناس كتير نزلت وطلعت تاني. الفكرة ان انا لما انزل ما ارجعش ارد تاني، ودي النقطة المهمة. كل سنة وانتم طيبين وميرسي ليكوا خالص.